بيجي لنا استفسارات كتير مؤخرا عن نختار الحزام الجلد الرياضي بتاع الويت ليفتنج ازاي، او الكروسفيت، او عموما اي رياضة فيها ديد ليفت. هنوري حضراتكم دلوقتي. ده المقاس سمول مثلا، ده مقاس 100 سم. ال 100 سم اصلا ما بيقفلش عليا. اللي انا لابسه ده دلوقتي ده مقاس 3 اكس لارج، ده 150 سم، ده مقاسه كبير جدا. وزي ما حضراتكم شايفين الاخرام انا مش عارف اصلا ان انا اقفله على اخرام، هحتاج ان انا اخرم ده كله. ده كده مقاس لارج، ده بصعوبة جدا ان انا بدخل ايديا او صوابعي، وفي نفس الوقت الفتحات لو انا خسيت هيبقى شغال معايا. اختصارا للموضوع، الويت ليفتنج بيلت لازم نختار المقاس اللي يكون في المنتصف، عشان لو دخلنا في فيس بالك او لو دخلنا في فيس دايت. تاني حاجة، الحزام عندنا بينزل بأكتر من موديل زي ما حضراتكم شايفين. ده الجلد الطبيعي، بيبقى الوش والظهر بتاعه براندد أثليت هوم، وعندنا الوش بيكون جلد طبيعي والظهر بيكون شموع عشان سعره يبقى اقتصادي شوية، ده براندد ريسايزرز. وعندنا الحزام بتاع الويت ليفتنج بيكون 10 سنتي، وعندنا الحزام بتاع الكروسفيت، آسف، الباور ليفتنج 10 سنتي، وعندنا الحزام بتاع الكروسفيت بيكون 7 سنتي من غير بطانة. وكل الحزمة بتنزل بحوالي 5 أو 6 ألوان وبمقاسات مختلفة من 100 سنتي لحد 150 سنتي. تشرفونا في دار طيبة مول. سياسة الاستبدال والاسترجاع تصل إلى 90 يوم على بعض المنتجات.